يلا يا واد. يلا سيبيني اعتمد على نفسي بقى في مره بقى. امشي. مورينا يا ست الكل، اهلا وسهلا، منورين، اتفضلي. اهلا بيك. احنا عايزين نشتري لعلي هدوم جديده وتبقى حلوه كده عليه. لا عسل عالي طبعا، عينينا حاضر، لا نشوف له حاجه حلوه. اتفضلي. شوف ده بقى. قيس كده يا علي، فرجنا بقى. ده حلو قوي ماما. فرجنا. قيس يا علي. ثواني. فرجنا يا ريس. منورانا يا مدام، اهلا وسهلا. جاي لي تشكيله تركي كمان اسبوع، لا بس تركي مش اللي هو المدبلج ده. ربنا يبارك. ربنا يخليك يا ست الكل. ايه اللي اشوف انا فنان والله العظيم. شوف ايه التلبيس ده، انا عمري ما لبست التلبيس لف ده. كده يا علي. زي العسل. بس ده مقاسه قوي. ايوه، ما انا بقول لحضرتك فنان، مقاسه مظبوط. لا انا عايزاه اوسع سنه، مرحرح كده. حضرتك هتحب المرح. ما لا اتفضلوا بقى حضراتكم في قسم المراحرح بقى، وخدوا راحتكم بقى، نورتونا. اهلا وسهلا. ازيك يا علي؟ اتفضل. ايه ده يا ماما؟ ده واسع قوي. حلو، لما يتغسل هيكش ويبقى مقاسك. يا ماما لو كش هيبقى وحش. يا ودي خامته حلوه، غير الحاجات الخايبه اللي انت بتروح تجيبها ويضحك عليك فيها. ايه ده يا ماما؟ ده يا ماما انا كده بقيت صياد. وماله صياد؟ الصيد بيعلم الصبر. بقول لحضرتك مفيش حاجه عليها القيمه. ايه ده يا ماما؟ ده يا ماما انا كده بقيت طيار. بكره تكبر وتطير. مفيش حاجه مرحرحه كده. ايه ده يا ماما؟ انا كده بقيت بلياتشو. وهو انت الطول تبقى بلياتشو؟ ده حتى الضحك بقى نادر اليومين دول. ده فال حلو، بكره تكبر وتحج. حلوين قوي يا ماما. ايوه يا استاذ. ست الكل. يقطعوا كام بقى ان شاء الله دول؟ خدنا دول. لا تدوبهم في عرق العافيه. كده كده 600 جنيه، وعشان حضرتك اول مره تنورينا يبقى 585 جنيه. 85. 85. لا يعني ملفش الكلام ده، معلش لا نسيب الحاجه بقى ونتكل على الله. نورتينا. 90. لا يا ماما، هو انا حرامي؟ لا معلش، انت بتنقصي 500 جنيه من الحاجه. لا ايه يا علي؟ ما انا لما احط 500 جنيه ازود 500 جنيه على الحاجه يبقى انا حرامي يا علي. ايوه صح. ماما ارجوكي ما تكسفنيش قدام الناس. اسكت انت. 95. يا ستي الكل، انا مش فاهم انت متخيلاني كحرامي. لا لو انا حرامي قدامك قولي. يعني انا ايه؟ انا لابس فانيلا مخططه حرامي بامانه؟ قوليها لي. 95 وهجيب لك الثلاثه ولاد التانيين يشتروا من عندك. انا عندي 3 غيره. صدقي بالله سنه 92 جات لي واحده في هيئه حضرتك كده معاها ايوه بالحلاوه دي، وقالت لي نفس الكلام ده هو من زمن الاوبليتات، وما شفتهاش لحد النهارده. 100. يا ستي الكل، انت ليه بتعاملي ال5 جنيه بتعظيم كده؟ انت بتزيدي 5 كانه يعني المبلغ وشويات. شكلك مش عايز تبيع بجد. لا معلش بقى، يبقى ثانيه واحده. ايوه يا محمد، انا حرام يا محمد؟ بص يا محمد، لو انا حرامي ومدخل بيتي هنا قرش حرام وازود على الحاجه دي 500 جنيه، اقسم بالله تروح تجيب البلدوزر تقف على اول الشارع وتشيل البيت وتهده باللي فيه. استريحتي يا هانم؟ استريحتي؟ هقول لك على حاجه. اموريني. انت مش عايز تبيع بجد. خش على البيت يا محمد، شيل يا محمد بالبلدوزر عماره 9، وشيل العماره بتاع استاذ جمال اللي جنبي ده عشان سخيف وانا خلقي بقى في رقبتي. خش يا محمد. خلاص يا هانم، انت عايزه مننا ايه تاني؟ 105. مش هتبيع ب 105؟ هاخد الواد ونروح نشتري من حته تانيه. ايه يا علي ما تبقى تيجي تشتري لوحدك يا علي. انت بتتعب معاك ماما ليه وبتتعبنا كلنا؟ خلاص يا علي، هو مش عايز يبيع. يلا نمشي. يلا نحل نخش. يلا يا حبيبي. يا ستي الكل استهدي بالله بقى. 110 يمشي معاكي؟ 100. انت مش كنت قلت 105 واحنا واقفين؟ انت بتنزلي تاني ليه؟ من غير الشرابات. 110 بالشرابات وعليهم فانيلا بحمالات. 120 بالفانيلا من غير الحمالات. انا هحتاج الحمالات دي في اي حاجه. 120 بالفانيلا الحمالات وبتي شيرت. تمام. تين. ايه اللي تي شيرتين. ايه يا حاج، ما تاخدي روحي، ما تصفيني احسن. ما تاخدي الواد اللي واقف على الكاشير ده، خدي الحاجه كلها. ايه يا علي، ما تيجي تشتري لوحدك يا علي. بتتعب ماما معاك ليه؟ ما تتعبش ماما. نورتينا يا ماما، نورتينا. الف لك الحاجه دي، احط لك معاها لابتوب هديه. لا ما تنساش بس الطاقيه. حاضر يا حاجه. طاقيه يا حاجه. تسلم. ماشي يا حاج، تأمرين. نور يا علي. شكرا يا عمو. الست دي امي. اتنيل. لو ما كنتش معايا كنت جبت الحاجات بأقل من كده. مش عارفه يا علي،
حاسه ان انا اتضحك عليا. والنعمة كويس انك اجازه، مش هتصدق هعمل لك ايه النهارده. يا حبيبتي يا ماما يا رب ما يكونش اللي في بالي بس. البيتزا اللي بتحبها. هو اللي في بالي. ايه؟ لا مفيش اي حاجه. هو بس البيتزا البيتي بتبقى شويه عارفه يعني ملهاش اي. اخرس! اوعى تجيب سيره البيتزا بتاعتي على لسانك طول ما انا عايشه. ماما هو إيه ليه جو الافواره ده؟ انا ما شتمتهاش بالام، انا بقول لك ان هي بس ساعات. بس ما تقولش. مش عايزه اسمع منكم حاجه تاني. مش عاجباكوا البيتزا بتاعتي؟ اطلعوا بره، كلوا بره. انا اصلي ما خلفتش. لا ماما حضرتك خلفتي خلاص من زمان اهو. قالتها لي سعاد زمان، بكره تكبر تعجزي اولادك يرموكي ويهملوكي كيف النخل اليابس. ماما هو ليه ذئاب الجبل بيفلتوا منك كده في وسط الكلام في وقت مش مناسب؟ بعدين تعجزي ايه؟ انت ما شاء الله شكلك اصغر مني. بعدين مين سعاد دي؟ واحده كده. هي اي واحده تكلمك كلمتين صعيدي وبتاع تقوم موقعه ما بيننا. بس خلاص، مش عايزه اسمع اي كلمه تانية. انا همشي من هنا وهروح في مكان محدش يعرف لي طريق جره. يا ماما هتروحي فين يعني؟ ما انت غالبا بتطلعي عند طنط ميرفت اللي في التالت كالعاده. اخرس لي ولا بكره بروح عند الخاله ميرفت وما حدا فيكم يعرف لي طريق. دي المسلسلات التركي ده انا هولع في الريسيفر ده اصلا. ماما ما تقولش ماما. انا مش انا اقول ايه؟ انا ما عنديش ولاد، انا ولادي كلهم ماتوا. خلاص موتينا يا ست الكل عشان خاطر حته بيتزا. ما تقولش بيتزا. ما انا بقول برضو ان هي مش بيتزا، هي فعلا مش بيتزا يا ولا. قصدي يعني مش البيتزا بتاعت بره البايظه دي بيتزا بيتي جميله. بره فكرتيني. مش انا كنت بره من يومين ووزنت نفسي لقيت نفسي زايد 67 كيلو وقلت لا لازم اخس واعمل دايت. هبطل بقى بيتز خالص وهاكل هيلسي. هلسك عينك تقول الكلام ده تاني قدامي. البيتزا بتاعتي ما بتتخنش. يا ماما بتتخنش ازاي يعني؟ مش حته عجينه؟ بتقول على البيتزا بتاعتي عجينه. ايه الاجواء العجينه اللي احنا عايشين فيها دي؟ اخص على البطن اللي كانت شايلاك. اخص على البطن اللي كانت شايلاك. ايوه انا حافظ. اللي كانت شايلاك. طيب ماما، طب احنا بنشكر كل اعضاء المسرح القومي، احنا تعبناهم معانا والجو الهايل ده ميرسي قوي. وانا هقول لك على حاجه. هتقول ايه؟ بص انا مش قادر اقولها. قول. انا ان شاء الله انا هاكل البيتزا بتاعتك. حبيبي يا ابني يا حبيبي. طول عمري اقول انك احلى اخواتك واطيب اخواتك واجدع اخواتك يا حبيبي. ربنا يخليك. امال بقى لما تعرف محضره لك ايه للحين؟ ايه؟ ملفي بالجزر اللي انت بتحبه. لا ماما لو سمحت بلاش الملفي بالجزر ده، ابوس ايدك. اخلص. اوعى تجيب سيره الملفي بالجزر طول ما انا عايشه. حاضر يا ماما هبعتهولك طبعا يا ماما. هبعتهولك. انا هبعت يا ماما. بس يا ولد انت وهو اقعدوا. لا مش بزعق يا ماما، مش بزعق يا ماما خالص عليا. بس يا ولد يلا اقعدوا كلوا الساعه 10. ماما هات الحبل بتاعي. كفايه هكلمك تاني يا ماما. بقول لكم ايه بقى؟ كفايه بقى انتوا الاتنين كرهتوني. انتوا هتجننوني. بقول لكم ايه؟ انا العفريت الازرق بيتنطط قدام وشي. كفايه بقى ابوس ايدك. مش قادر. انت مين انت يا بني ادم وجاي تعمل ايه هنا؟ يا فندم لا مش بني ادم، انا عفريت. انا العفريت الازرق اللي بيتنطط في وش حضرتك غالبا. انا اللي كنت بتنطط في وشك الصبح وانت بتركبيهم الباص، وانا اللي كنت بتنطط في وشك امبارح وانت بتحميهم.
حتى اتزحلقت في البانيو زحليقه وحشه قوي. لا سلامتك، أمرني. يا فندم انا ما بقتش حمل التنطيط ده بقى، والله سني ما بقاش يسمح. انا تربيه رياضيه دفعه 98. انا جاي لك بقى قلت اظهر لك علشان خاطر انت تستريحي شويه وانا اريح من موضوع التنطيط ده حبه. هتعمل لي ايه يعني؟ انا زهقت خلاص وتعبت وما بقاش في اي حاجه في ايدي اعملها. لا ازاي في ايدك كتير. وانا ايه ده؟ لا انت ايدك مقشفه خالص. هي دي الايد اللي بتغسل وبتنشر وبتوصل وبتحمي ومفيش فايده. طبعا ما انت الشغاله اللي اشتروها. مش كفايه جوزك اللي قاعد مأموريه في الغردقه بيقول لك المأموريه قال وسايبك في الغلب اللي انت فيه ده؟ فين ساره بتاعت ايام الجامعه اللي كانت تعجب العفريت؟ اساليني انا. انت بقالك 9 سنين نفسك تروحي سبا، نفسك تشغلي فيلم حلو على رواقه تتفرجي عليه، كل وقت بقى انك تدلعي نفسك شويه. ماشي بس يعني طب والعيال هنعمل فيهم ايه؟ مش فاهمه. حضرتك لو بتصبحيهم بشبشب وتمسيهم بشبشب ما كانش ده يبقى حالك، لكن نعمل ايه في امهات اليومين دول؟ الله يمسيكي بالخير يا ماما. كانت تلسعني الشبشب من دول اقول يا عين صلي. يلا نهايته. شوف يا فندم، انا لابس الوان ازازه الحاجه الساعه لكن ده مش معناه ان انا تافه، انا عفريت حرفيا. موضوع العيال ده ممكن يتحل في لحظه. اعتبري ولادك دلوقتي عند عمتهم صفاء في الهرم، خلاص. ياه هدوء وفي حاجات كتير قوي ممكن اعملها. ياه انا بقول بقى نقوم نفرفش كده، ها؟ نلبس لبس لطيف، تفتحي التلاجة وتطلعي الكبكيكايه اللذيذه اللي بقالنا اسبوع حايحين عليها نفسنا ندوقها ومش عارفين. فاكراها؟ الريد فيلفت؟ انت لا بس دي كان عمر منمر عليها الفطار. يوه فكرتني، ده مروان تلاقيه ما كلش البسله، انت تلاقيه هفتان يا حبيبي، وعمر تلاقيه بيلعب وعرق ولابس خفيف. لا 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 انا مش مطمنه، لا معلش. لا وعلى فكره عمتهم دي مهمله جدا. لا رجع لي عيالي، رجع لي عيالي. لا انا مش مطمنه، عيالي حبايبي. مش فانا اقول لها كب كيك تقولي الواد بيعرق. مروان تلاقيه ما عملش الهوم ورك بتاعه بتاع المس، والمس هتزعق له. لا يا حبايبي يا مساكين. ما تزعق له المس ولا تكسر له دماغه. لا انا ما حدش يزعق لعيالي، بقول لك ارجعهم لي. لا بقى انا تعبت بقى، انا لساني اتدلدل منك. مش معقول، انا اصلا ما بحبش شغل الامهات، فعلا من زمان ما بحبوش. انتوا مفيش فايده فيكم، وترجعي بقى تشتكي تقولي لي احلامي وحياتي وافنيت زهره شبابي عشان خاطر الاولاد، وبعدين تقولي اصل الباب ما معرفش ده اكلت بسله ده عمل هم. خلاص بقى خلاص، ما تشتكيش تاني. عيالك اهم جوه، اشبعي بيهم. ولد انت بتزعق لي؟ بتعلي صوتك عليا؟ مفيش حد صوته هنا بيعلى غير صوت ماما، فاهم ولا لا؟ اوكي ها اتفضل قدامي. حاضر. لا تعالى هنا. ماله وشك ده؟ ايه اللون ده؟ مالك مزرق كده؟ لا يا فندم انا عفريت ازرق وده اللون بتاع الفابريكا اساسا. وده ازرق ده ازرق بهتان وحالته منيله. انت عارف لو كلت الازرق ده هيلعب. عامله بسله، والبسله دي مفيده جدا 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 للازرق. يلا اقعد كل. لا يا فندم احنا كعفاريت بالنسبه لنا البسله ممكن اتحرق في بسلايه. ولد قلنا ايه؟ وكلت البلح ايه بس؟ ده انا لقيت حد هيعرف يجيب لنا الاورجازة لغايه عندنا. عفريت. ماما مروان بيقولك تزرق. ما تقولوش كده يا مروان، انت جميل يا حبيبي. قالت لي انت جميل. خلص. لا مش عارفه انام، مش عارفه انام. اوف. ايه ده؟ ايه يا حبيبتي؟ ايه النور ده؟ الله يخليك، ده نورك. لا انا مش صاحي من النوم اجاملك، انا بسأل على النور ده. ايه النور ده؟ حرام عليك، مش عارفه انام منك يا اخي. ومين سمعك؟ ولا انا خالص. ولا انت خالص ايه؟ ده انت صوت شخيرك بيرن في الاوضه، ده انت شفطت اللحاف والمخدتين. ده علشان انا بنام مرتاح الضمير، بشخر واشفط براحتي. الدور والباقي على اللي مش عارفه تنام من وخز الضمير. لا هو انا الحقيقه مش عارفه انام من وخز الجنين. كل ما باجي انام كده العيل بيطبق على نفسي، مش قادره اخد نفسي. بس ان شاء الله الموضوع بسيط. اديكي قلت الموضوع بسيط. بلاش بقى جو الافلام وبيطبق وبيعمل. ما كل الكائنات بتولد وبتحمل وبتعيش حياتها عادي خالص. انت ايه الافلامه دي؟ افلام؟ حرام عليك والله افلام. بقول لك ايه، استهدي بالله ونامي، ولو سمحت اتخري شويه لان مناخيرك مؤخرا كبرت قوي وواخده تلتين السرير. ها مش عارف انا ليه مقفوره بالمنظر ده. حته عيل كيلو الا ربع ده انا طحالي اكبر منه. ده انا متعشي قده وزياده. بطلي بقى بطلي، خلينا ننام. انت ازاي تقولي الكلام ده؟ طبعا ما انت لو فيك اللي فيا ما كنتش تقولي الكلام ده. بس هقولك ايه،
روح يا شيخ. إلهي تشيل شيلتي، إلهي تشيل شيلتي. انا حامل، انا حامل. انا لغايه النهارده مش مصدق. كل يوم بسال نفسي السؤال ده، انا حامل ازاي؟ انا كنت واخد كل الاحتياطات. هي دي اول مره ليك؟ اول مره واخر مره. هو الدكتور اتاخر كده ليه؟ انا اصلا بعيط كده ليه؟ خلاص بقى، خلاص بقى اخويا، انا 9 مرة اقابلك هنا واشوفك يا بتعيط يا بترجع. على فكرة كده ممكن يجيلك جفاف اخويا، كده مش حلو للي زيك. هرمونز يا مان، اكتئاب حمل. عادي عادي. عارف بكل المعلومية انا كنت زيك كده اول مرة. والله يا على الذكريات. في المرة التانية الاحساس بدأ يخف حبة حبة، الوجع قل. في المرة التالتة والرابعة بدأت اتعود. على فكرة الخبرة ليها عامل فظيع. شايف ده ربيع ابني. يا حبيبي، لا بس ده مش شبهه خالص، ده شكله طالع لمامته خالص. واخد دقن امه واخد ودان حماته. ده ما سابش حاجه في البيت. لا عارف ربيع ده انا ولدته الصبح كده وانا في كامل لياقتي. يا حبيبي. والله يا دوبك حطيت مكانه الفرخه وشوب المغات وخدت بعضي ونزلت اجري على الورشه، ويومها اشتغلت شغل ياما. رزق رزق رزق. هم الولاد كده يا ابو ربيع، رزقهم واسع. ربنا يديك ساعه سهله حبيبي. ربنا يديني ساعه اصلا. الحمد لله. عملت سونار وفور دي، طمنت على البيبي؟ لا احنا ما بنعملش الحاجات دي خالص. الله. احنا بنسيبها على ربنا وكل اللي يجيبه فل. والاربعه بقى يا ابو ربيع ولدتهم هنا عند نفس الدكتور؟ لا، اول مره كانت عند الدكتوره اسمها سهير عباد. سهير عبد القادر دي شاطره جدا، انت ما كملتش معاها ليه طيب؟ دي دكتوره فظيعه، تحط ايدها على بطن الراجل مننا كده. لا ابو ربيع. لا مؤاخذه حبيبي، لا مؤاخذه اخويا، العيل يروح مسلوت من هنا في وسط الصاله على طول. يا حبيبي. بس مراتي بقى، مراتي غياره قوي، بتموت فيا. ندها ازرق، بس شكلها بتحبك. ام العيال بقى. قلت بقى ايه، اخدها من قصرها واجي اكشف عند دكتور راجل بقى، ارتاح بقى. رجعيه وتخلف. انا مراتي عندها نفس الانسكيورتيز دي. يو التليفون معلش سوري. على مهلك يا اخويا. اصل انا بقوم على 7 مرات. على مهلك يا حبيبي. على مهلك. معلش. شكرا يا ابو ربيع، شكرا. ايوه يا ريهام، هكون فين يعني؟ عند الدكتور. انا على فكره قلت لك وانت ما سمعتيش وتقريبا ما اهتمتيش، ولا حتى عرضتي عليا تيجي معايا المتابعه. يا سلام، يعني بتعملي العشاء. تسلم ايدك يا ستي. انا بعمل بيبي هنا يا حبيبتي، بعمل بيبي. ايه؟ انا اللي مصعب الحياه؟ انا لا مؤاخذه يا ابو ربيع، ماشي. لا هتعدل لها معلش. انا اللي مصعب الحياه؟ انت عمرك ما هتفهمي يعني ايه حياه، ولا تفهمي كلمه حياه دي الا لما يكون عندك حياه بتتكون جواكي. ريهام باي باي، مع السلامه يا ريهام. معلش عشان في حياه بتتكون دلوقتي حالا، هي بتتكون. مع السلامه. انا ما بقتش طايقها. هم كلهم كده. ابو ربيع سلامتك. العيل بيخبط في جدار المعده. لا يا ساتر يا ساتر. ايه ده؟ بيخبط في جدار الحاجز. ايه ده طالع على دماغك. هم كلهم كده، هم كلهم كده اخويا، عندهم لا دم ولا احساس. جيبوا الاحساس منين؟ انا حاسس ان هي ما بقتش بتحبني زي الاول. بس ما تزعلش مني يا مان، يعني كلام من حامل لحامل. مناخيرك كبرت قوي. لا ده إيه ده بقى؟ دليل إيه ده؟ لا كبرت قوي وباين. انا بحس. ثواني يا ابو ربيع عشان تبقى فاهم يا معلم، انا مناخيري كبرت كده عشان انا حامل في بنوته. انت عارف ان البنات بياخدوا كل حلاوه باباهم، ها؟ صح يا ابو ربيع؟ صح يا حبيبي، والله العظيم انت زي الفل. ميرسي. وبعدين هم عايزين مننا ايه تاني يعني؟ مش كفايه اللي احنا شايلينه على قلوبنا ده، هيعوزوا مننا ايه تاني؟ انا ما بقتش طايق اشم ريحتها في البيت. انتوا كمان كده؟ انا لا بس احنا مش عايزين الطاقه السلبيه تتملكنا. أيوة. احنا عايزين ناخد بوزيتيف انرجي. تيجي نعمل مديتيشن، تمارين نفس. يلا. دي ريحه حواوشي دي بقى، صح لا كده؟ ده كشري بالكبده. لا ده حواوشي. لا في حاجه ضاني. لا بس انا شكلي جات لي قرفه لان النهارده الايه؟ النهارده الاربع. انا عشان يوم الاثنين اكلت تقريبا 46 نص فقفلت منه تقريبا. 46 نص؟ لا يا معلم، احنا لازم نخلي بالنا من شكلنا. احنا عايزين نرجع ال6 باكس دول 7 بعد الولاده. عشان تبقى فاهم بقى I'm watching my weight. انا ايام الخطوبه كنت بلبس مايو سبيدو، وكنت بقلب الساحل كله والله العظيم. يا خساره، كنت بدات احترمك على فكره. هو انت بتعرق كده ليه؟ لا مفيش حاجه، مش بعرق. لا حاسس بوجع بيروح ويجي. لا الطلق ده اللي جالك ده. الامر طش. لا انت شكلك كده معاك دلوقتي هتيجي كل حاجه هتبقى سهله. لا مش دلوقتي. لا الحمد لله
الحمد لله. ده كرشي ده عادي الحمد لله. ايه ده في ايه النور ده؟ لا 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 يا حبيبتي، ده نورك. معلش انا ازعجتك ولا حاجه؟ انت ايه تعبانه؟ اجيب لك حواوشي من ابو ربيع، احط لك مخده، اي حاجه؟ مش عايزه حاجه، حرام عليك، انا ما صدقت انام. انا اسف حبيبتي، معلش. الله يكون في عونك. ايه ده؟ هو انا على ما نمت وصحيت في الوقت ده مناخيرك لحقت تكبر تاني شويه؟ اوكي. الله 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 الله، ايه الشياكه والنجوميه دي يا نجم؟ عم شياكة ايه بس؟ انا دخت على لبس افريقي في ميدان الجامع، ما لقيتش غير غطا النيسان ده هو اللي نفع معايا. ايوه دوان الغالي، دوان الووتر بروف ده. يعني ايه يا صاحبي مالك؟ ايه اللي مزعلك كده؟ في ايه؟ رحت يا ابني المصل واللقاح، قلت لهم مسافر غابات افريقيا، ادوني 12 متريليوز قد كده، قالوا لي دول حقن. قعدت اتشكشكت وفي بقي وفي جنبي مش ممكن يا اوشه، بقيت عامل زي التلاجة والله، بقيت سخن من ورا وساقع من قدام، وكل 10 دقايق ارعش وافصل. لا حول ولا قوة الا بالله. طب خد لك بقى اضرب ايه سندوتشين بكتيريا من دهون، عشان ايه انت قفتان خالص. سندوتش بكتيريا ده عملوه ازاي؟ ده في معمل البرج؟ برج يا عم احمد، لا دوان بكتيريا، دوان اسم عربيتي الكبده، انما ده سندوتشات كبده عادي. لا 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 وش الله يكرمك، مش عايز اي مغامرات ولا مفاجاه، انا مسافر بقول لك مسافر، انت تجيب لي نازله معويه كمان؟ مش كفايه الفيلم في غابات افريقيا؟ معلش يا عم احمد، كله يهون في سبيل انك تعمل الدور الجامد ده هو. يا وش حلم العمر. تخيل افريكانو 2، افريكانو الجزء الثاني هبقى انا فيه يا وش، ونط من فوق الشلال بقى واقول اثبت لك اني بحبك واعمل الحركات دي. الله اكبر عليك، انت نجم الاكشن الجاي، انت اساسا تركيبتك في الاساس اكشن. ربنا يكرمك. جبت لي الحاجات اللي قلت لك عليها؟ ايوه عشان الليسته اللي اديتها لك بتاعت السفر بالحرف يا صاحبي. في ايه؟ يلا وريني. اول حاجه ايه؟ مضرب الدبان اللي انت طلبته. حلو قوي. انت عاوزه ليه لا مؤاخذه في الغابه ده وانا عم احمد؟ عشان ذبابه السي سي. ايوه يا واد ذبابه السي سي دي مؤذيه، دي قرصه واحده بس منها تنام على طول. لا طب ما حلو ده عم احمد ده. يا ابني تنام على طول يعني تنام للابد، مش على طول يعني بسرعه. عايزين ينيمونا للابد؟ يا عم السي سي يا ولادي، لا خلص عليهم يا عم احمد، دبانه دبانه. ايه كمان؟ الحبل يا صاحبي اللي انت طلبته عشان شغل الغابات والتسلق وتصطاد والشغل ده هو. لا يا حبيبي ده مش عشان المغامرات خالص، ده عشان انشر الغسيل عادي. انت شايف بص الغسيل كتير ازاي؟ ايوه صح. لا هنغسل وهننشر بين الشجر ونشوف شغلنا. صح. حلوه. يا جبت بقيه الحاجات؟ كله موجود يا عم احمد. وريني. البصله يا صاحبي اللي انت طلبتها ايه؟ شم كده، جبت لك كيلو منها، كيلو كامل لقيته صبح قلت مش خساره فيه. انا طلبت بصل. ايوه يا واد بصله طلبت بصله مش بصله يا ابني، بصله علشان خاطر لو تهت ولا حاجه حدد اتجاهي. دي يا عم احمد تخلي اي حد يحدد اتجاهك في اي حته. يا دي القرف. خلاص ماشي يا اوشه، شكرا خلاص. طب هات بقيه الحاجات. جبت زمزميه ولا ما جبتش؟ عيب يا عم احمد، جبت لك احلى زمزميه. بص يا صاحبي، سبايدر مان. انا وش همسك سبايدر مان وسط زملائي؟ ينفع كده؟ ايوه يا عم احمد، سبايدر مان ده هو التوب دلوقتي، ده هو فوق النمره واحد. يا اوشه لو كنت عايز سبونج بوب. خلاص بقى يا عم احمد ما تضايقنيش بقى، ان شاء الله في افريكانو الجزء الثالث اجيب لك كل اللي انت عايزه. يا عالم بقى اجيب مجموع للجزء الثالث ده ولا هات اهم حاجه جبتها ولا ما جبتهاش؟ راس الناموس جبت ولا لا؟ ايوه ما لقيتش النوع اللي انت بتقول عليه، بس جبت لك بقى ايه؟ بنادول اكسترا. ده ايه مش فاهم؟ ده عشان الناموس يا عم احمد، بس انا والله يا عم احمد قلقان على الناموس. هو ماله يا عم احمد؟ حصل له ايه؟ انت حضرتك جبت اقراص للناموس نفسه. ايوه. لا هو الناموس تعبان فعلا. يا ابني اقراص الناموس عشان نموت طبعا السيادة قصد تجيب لي قطرة دموع التمساح وبامبرز للقرود. وانا رايح اعالجهم في افريقيا، انا مالي. معلش يا اوشه خلاص حبيبي تسلم ايدك، معلش خلاص ما تزعلش بقى. ولا يهمك يا صاحبي، والله العظيم حاجات زي الفل وعسل، والله الناموس هيبوسك. ربنا يخليك يا حبيبي، متشكر. معلش انا متوتر اصلي شويه، لان انت عارف اول سفريه ونفسي بقى افك واسافر واشوف الدنيا، هبقى زي الفنانين اللي بيصوروا بره كده. اوشه انت عارف دي نقله في حياتي. هيحصل ان شاء الله يا كبير، انت نجم وهتكسر الدنيا ان شاء الله. بس انا عايزك تاخد بالك بقى لحاجه كده ولا كده في الغابه تقرمك. لا بعد التطعيمات دي كلها انت مش ناقص. يلا يا اساتذه، الاتوبيس واقف بره ما عندناش وقت. يلا يا اوشه، مش عايز اي حاجه من افريقيا حبيبي يا عم النبي يا اوشه قول لي. حبيبي. طب اجيب لك شويه كركديه؟ لا. طب شويه سبح كده. طب اقول لك على حاجه، اجيب لك قرن غزال افريقي موجود. طب اجيب لك كاس افريقيا صغير. ماشي طب كاس افريقيا. شويه جندوفلي. طب شويه جندوفلي. لا باكل كبده يا عم ربنا ايه يا احمد، ايه يا احمد التاخير ده كله؟ احنا كنا هنمشي ونسيبك. يلا بينا يا استاذ، انا هلم حاجتي وجاي معاك اهو. يلا انا جاهز. ايه ده؟ ايه كل ده؟ مفيش مكان في الاتوبيس للحاجات دي.
وبعدين احنا كلها كام ساعه وهنرجع. لا كلها كام ساعه ونرجع؟ مش رايحين الغابه كام ساعه ازاي يعني؟ طب وايه المشكله؟ لا مش الغابه دي اللي في افريقيا؟ ايه ده يا احمد؟ انت افتكرتنا رايحين الغابه اللي في افريقيا؟ احنا رايحين نادي الغابه اللي هنا في مصر الجديده. ويلا يلا عايز الحق اخد الشوطين قبل ما النهار يطلع، انجز. تصدق التطعيم بيوجع جدا دلوقتي اكتر. درست على مصر الجديده يا وش. معلش يا صاحبي. يعني مفيش سفر؟ اوكي. طيب بقول لك ايه يا وش، قوم يا جميل. انا واخد كميه تطعيمات تفوتني في الحديد. ما تجيب 5 بكتيريا من دول، الواحد برضو يعيش التجربه كده ويبقى استفاد اي حاجه. ما عندوش سجق بالملاريا؟ طب في كلب يعضني نجرب برضو. خلصان والله يا عم احمد. يعني افريكانو الجزء الثاني بتصور في مصر الجديده، امال في شقه مصر الجديده الجزء الثاني يتصور فين؟ في افريقيا. انا عارف حظي. السيدات والسادة المسافرين على متن خطوط رحلات شركة طار في الهواء الشاشي للطيران، أهلا ومرحبا بكم. حرصا على راحتكم وسلامتكم وسلامة طاقم الطائرة والإنسانية عموما، نرجو الانتباه للتعليمات التالية. أولا، لكل راكب مقعد مخصص للجلوس، وهو نفس المقعد يا سبحان الله الذي يحمل نفس الرقم الموجود على تذكرة الصعود للطائرة. لذلك فإن أي محاولة للصعود بدري أو زق الآخرين للجلوس في الصف الأمامي أو جنب الشباك ستكون غير مجدية، وهيبقى شكلك وحش قوي. في حالة رغبتك في تبديل المقعد مع راكب آخر، رجاء إجراء هذه المفاوضات بعد إقلاع الطائرة وبدون طلب تدخل من طاقم الضيافة. انتوا كبار، تفاهموا مع بعض، احنا ملناش دعوة. ثانياً، يوجد أسفل المقعد سترة نجاة وقناة للتنفس، ليست هدية من الشركة لاستخدامها على البحر في المصيف. كذلك البطانيات بتاعتنا مش تلفي بيها الواد وتاخديها وتقفي تتخاني بقى على باب الطيارة، عيب والله، احنا في الجو لازم نرتقي، القاع ازدحم. ثالثاً، بالنسبة للركاب الذين يصطحبون معهم أطفال، مبدئياً ربنا يخلي سيادتكم في حالة استمرار بكاء الطفل أكثر من نصف ساعة متواصلة نشوف هو عايز إيه ونديهوله، ما حبكش بقى إيه نربي العيال على ارتفاع 10,000 قدم عن سطح البحر. وكقاعدة عامة للمسافرين بصحبة أطفال يفضل السفر بالباخرة أو القطار أو أي وسيلة يمكن القفز منها. رابعاً، أي محاولة لفتح أي من الأبواب الثمانية على جانبي الطائرة باعتبار إن شكله كده باب الحمام سيؤدي إلى سقوط الطائرة، هنموت. كذلك فإن سؤال أي فرد من طاقم الطائرة هو الجدع اللي جوه الحمام ده بيعمل إيه كل ده هو سؤال عبثي، لأننا فعلاً ما نعرفش هو متأخر ليه وما نحبش نعرف. خامساً، اختيارات الطعام داخل الطائرة محدودة، بيف اور تشيكن، فلما حضرتك تتسأل لحمة أو فراخ ما تسألنيش لو في سمك، وما تسألش فراخ أحسن ولا اللحمة عشان على فكرة كلهم طعمهم سمك، وما تسألش المضيفة أنت بتحبي إيه أكتر عشان ده يعتبر تحرش. أيضاً ما عندناش غير شوك ومعالق بلاستيك، لأن لما حطينا أدوات أكل معدنية كانت بتتقلب برضه، حتى معالق الشاي. سادساً، بالنسبة للمأكولات الشخصية المحمولة في الحقائب على الطائرة كالفسيخ والمش، يرجى عدم إخراجها نهائياً داخل الطائرة لأن الأكسجين الموجود يكفي للتنفس فقط. سابعاً، عند تعرض الطائرة لمطب هوائي نرجو عدم توجيه الإهانة والسباب للطيار عشان شكله سواء أعمى أو سرحان أو أكل المطب بغشومية. المطبات الهوائية لا ترى بالعين المجردة، وكون إن اسمها مطبات دي مجرد صدفة على فكرة. كذلك نرجو عدم المبالغة في إطلاق الزغاريط عند هبوط الطائرة بسلاسة وأمان. وفي النهاية، طاقم الضيافة الموجود على الطائرة هو في خدمتكم دائماً، لكن ده مش معناه إننا خدامين عندكم على فكرة، فاللي عايز حاجة يطلبها بأدب، واللي بيفكر يطلب حاجة يفكر هو عايزها فعلاً ولا جاي يتسلى. احنا ولاد ناس قوي وبنقبض أحسن منكم كلكم. نرجو الالتزام بالتعليمات، وشكراً لاختياركم خطوط طرف الهواء الشاشي، ونتمنى لكم رحلة سعيدة. نرتب اوراقنا يا جماعه عشان الجواز يطلع بسلاسه وتسافروا وترجعوا سالمين غانمين ان شاء الله. وريني يا حبيبي، وريني. ايه ده انت ورقك سليم، ده انت هتسافر بقى. طب وانت يا حبيبي مسافر رايح على فين؟ ده انت موديل السنه، فايتها لمين وماشي؟ لا حضرتك فاهم غلط، انا مش ههاجر يعني، انا مسافر بره كده اشوف الدنيا، اتبسط يعني واتفسح. تشوف الدنيا؟ وفين بقى ورق التجنيد؟ لا حضرتك انا وحيد يعني ماليش جيش من اصلا. يعني بطولك؟ ان شاء الله تسافر وتعيش احلى ايام، وما يحصلكش زي ما حصل لمحمود جارنا. محمود مين حضرتك؟ كان وحيد ابوه وامه وسافر من هنا بعد ما اتخرج من الجامعه، الا فين ورق الجامعه؟ لا معلش، ممكن تكملي قصه محمود؟
سافر من هنا يا حبيبي وابوه رقد رقده وحشه وما عرفش يتعالج. ليه؟ ما ابوه كان لامم اللي وراه واللي قدامه عشان هو يسافر يتفسح ويشوف الدنيا. مش انت ابوك لام اللي وراه واللي قدامه عشان تتفسح؟ ايوه يا حبيبي يا بابا. طب وبعدين؟ ام محمود باعت دهبها ومن زعلها رقدت جنبه، لكن الحمد لله الواد رجع في الوقت المناسب. ولحقهم؟ لحق عاز ابوه ولحق الباب بتاع دار المسنين قبل ما يقع على امه. كان واقف يا حبة عيني في العزا عامل زي الدمغة المبلولة. يلا غلابة، لكن انت مالك ومال الكلام ده؟ ان شاء الله تنبسط. نختم بقى؟ لا تختم ايه، انا خلاص مش هسافر. سلام يا حبيبي يا بابا، يا حبيبتي يا ماما. ما انا بقول كده برضو، هي البلد دي في احلى منها؟ مفيش. اتفضل. وريني يا حبيبتي. قسيمة الجواز وتصريح من جهة العمل وفاتورة السوبر ماركت. لا دي ما عدناش نحتاجها. معلش لا مؤاخذة. طب يعني انت زي الفل شغالة ومتجوزة، امال هتسافري تعملي ايه؟ رايحة لجوزي، اصله بصراحة وحشني قوي، بقاله سنتين مسافر بره مصر، قلت بقى لما اخد الولاد كده ونسافر له نعمل له مفاجأة. سنتين جوزك؟ نفسي اشوف تعبيرات وشه كده اول ما يفتح الباب ويلاقينا. والله فكرتيني بالبت سوسن بنت اخويا، راحت بردك عشان تعمل مفاجأة لجوزها وقال ايه مش هو اللي فتح لها. صحيح انت فتحت حساب في البنك؟ مين اللي فتح لها؟ مراته التانية. تخيل ابن اللذينة كان قاعد هناك وبيقول لها ان هو بيلم فلوس الشاليه، اتاريه مهيص ومبسوط. يا عيني يا سوسن يا بنتي. ده بيقولي نفس الكلام. طب وبعدين هي عملت ايه؟ هتعمل ايه؟ ندمت، قالت يا ريتني ما كنت سافرت ولا رحت ولا جيت. اتطلقت وعيالها اتاخدوا منها. يلا اهي مواظبه دلوقتي على اسامه منير الحمد لله. لكن انت وشك سمح، ان شاء الله ما تتبهدليش. لا انا مش هسافر. انا راضيه وخلاص، مش عايزه اعرف حاجه. هو كده كده هيلف ويرجع لك. عارفه ليه؟ لان احنا بنلف وندور وبلدنا دي مفيش احسن منها. يعني هو فيه؟ لا مفيش. لا. اهلا يا حبيبي. ازيك؟ اهلا وسهلا. ايه ده ورقك كتير ما شاء الله، بكالوريوس وماجستير ودورات. يعني انت مسافر، امال مين اللي يقعد في البلد؟ هو انا يعني لقيت شغل قلت لا؟ انا تعبت. واحنا بلدنا دي يا اخويا زي الفندق، ما تعجبكش القعده تقوم مغيره؟ خلي بالك انا مسافر على عيني، لولا بس ان العقد حلو والقرشينات كويسين انا ما كنت سافرت. خلي بالك انا مصري بابا مصري. لا مادام قرشينات حلوه وبابا مصري يبقى نروح عشان لقمه عيشنا طبعا. بالظبط كده. طبعا. وانت مالك انت ومال اللي حصل للدكتور فؤاد؟ مين الدكتور فؤاد ده؟ لا ده واحد كده كان قريبنا من بعيد، اخر كان دكتور ومعاه شهادات وراح علشان يشتغل وقالوا له في عقد هتمضيه هناك. قعدوه في حته حلوه خالص على البحر في خيمه مع 9 زمايله، بس كانوا حنينين معاه. لما زعل ومشي دفعوه الشرط الجزائي بالقسط على 37 سنة. ايه ده؟ ما انا كمان قالوا لي ان العقد هناك هيتمضي وكمان هدفع الشرط الجزائي. لا انت مالك ومال الكلام ده، انت ماجستير هو دكتور. ان شاء الله تروح وتيجي وتفرح وتاكل لقمة عيش ويبقى بابا مصري. نختم بقى الورق ان شاء الله. لا ما تختمش. انا نحس وانا عارف انا هفضل فقير. انا هفضل فقير. ليه يا حبيبي؟ دي حتى قعدة الخيمة حلوة. يا خير ما عملت، هو في أحلى من بلدنا؟ مفيش. صباح الخير. يا أهلا. سجل تجاري وبطاقة ضريبية ورخصة دولية. ده انت فايتنا خالص بقى. لا ابدا. انا اصلي قررت اعمل بيزنس بره مع مجموعة من اصدقائي، يعني مستقرين بقالهم فترة هناك، وهاخد تحويشة العمر ومش هرجع غير وانا معايا ثروة تكفي اعمل بيها مشروع ضخم. الله على الثروة والطموح والكلام الكبير. واصحابك دول انت واثق فيهم؟ طبعا واثق، دي صديقة عمر. ده احنا اصحاب من ايام ما كنا مع بعض في الكلاس في ابتدائي مثلا. ما دام في الكلاس يبقى خلاص طمنتني، عشان ما يحصلش فيك زي ما حصل لقريبي اللي خد برضه تحويشة العمر وراح لاصحابه بره. وايه اللي حصل معاه؟ لا انت مال، انا ما بحبش احكي الحكايه دي والله، بتوجع قلبي. ارجوك انت مالك ومال القصه دي؟ فضفض معايا، احكي لي، قول لي ايه اللي حصل. اداهم كل حاجه ومضى على ورق، اصله كان عامل لهم توكيل.
ايه ده؟ ايه الصدفه دي؟ ده انا اصحابي كمان طالبين مني اعمل لهم توكيل عام في السفاره. لا انت حاجه تانية، انت بتقول من ايام الكلاس. دي حقيقه. اتفقوا معايا يفتحوا بره مطعم كشري اسمه فاضل على الحلو دقه. لا ده انت كده كانك بتتكلم عن صحابي، احنا ناويين نعمل كده فعلا. المطاعم بره بتكسب كويس قوي. يعني هي هنا بتخسر يا عيني، وهو راجع لم تمن التذكره بتضليه. ليه؟ هو المطعم خسر ولا ايه؟ هو كان في مطعم من اساسه، ده خدوا اللي وراه واللي قدامه، حتى الشقه والعربيه خدوه بالتوكيل. يلا هو دلوقتي الحمد لله كويس، احسن من مفيش. نختم الورق بقى. ثانيه واحده بس، في ورق ايه؟ ثانيه واحده، مستعجل على ايه؟ الو؟ ايوه متر، من فضلك يا متر معلش انا عاوزك تلغي التوكيل فورا. لا خلاص مش مسافر. ميرسي، باي باي. والله زين ما عملت، بلدك اولى بيك، انت راجل محترم ما شاء الله. افتح هنا كافيه ولا ما هو الكشري يتاكل بره؟ الكشري بره ملوش طعم، لازم يبقى طازه، وتشغل ولاد البلد احسن ما تروح تفيد الغرب. غرب ايه بس؟ غرب ايه؟ ده انا كنت ناوي اخد ناس معايا من هنا لاوروبا اهو، يشتغلوا ويستفيدوا، وهقبضهم بالدولار كمان. بس يلا بقى مفيش نصيب معلش. لا استنى، وحد الله، انت قلت دولار؟ والله ما كنتش هشغل ولا واحد اجنبي في المطعم، كلهم كانوا يونان مصريين. يبقى انت لازم تسافر. اسمع مني. لا بس اسمع مني انت، مفيش. اسمع، تقول لي اصحاب وعمل. لا اقول لك، انا عليا شويه دقه تاكل صوابعك وراهم. ده نعمل في محل الكشري ده من اول نشاره الخشب لحد البصله المقليه. استنى. لا استنى، انت هتعمل ايه؟ هدوقك اي حاجه من ايدي. هو ده وقته. احنا ولاد بلد ولازم نقف جنب بعضينا. ايوه، وهو الكشري بره مصر في احلى منه؟ مفيش. أعزائي المشاهدين، يا ميت مرحب على كل الناس الحلوة والجدعان اللي بيتفرجوا علينا، وألف تحية مني الكابتن رفيق الملاح اللي لف البلد سواح في الحلقة رقم 2463 من برنامجكم الحبوب الطير المسافر. البرنامج اللي من كتر ما خد جوايز بقى يسيبوا الجوايز في الريسبشن هنا واحنا اللي نوزعها. البرنامج ده جاله أسئلة كتير، ازاي نسافر يا كابتن رفيق؟ نصايحك ايه يا عم رفيق؟ فقلت الحلقه دي تبقى مختلفه وهنقول فيها دليل السفر، واذا كان في دليل يبقى احنا اللي نقوله. ليه؟ لان زي ما انتم عارفين انا رحاله كبير ولفيت الدنيا كلها من زمان، ما كانش لسه اي رحاله رحل ولا مكتشف اكتشف ولا حد حط رجله في الملح من قبل حتى ما يملحوه. من ايام ما كان الولد ابن بطوطه لسه ما طلعش من البيضه، كانت بطوطه اساسا ما اتجوزتش الولد التمور بتاع المينا. اول نصيحه واول سؤال الناس بتساله لو عايز اسافر اسافر فين؟ دول احب اقول لهم بس سافر انت الاول وشوف حته ترضى تاخدك وبعدين اتامر. حد لا ايه؟ السؤال الخطير بقى ناخد معانا ايه واحنا مسافرين؟ تحضير الشنطه ده فن وفن عالي، مستحيل تتعلمه في يوم، بس مع اخوك رفيق مفيش مستحيل. انا اقول لك على طريقه سهله هتخليك تلم الموضوع ده وتحفظه في دماغك. اول حاجه تلم الهموم والهدوم واللعب وصورة حبيبتك اللي بين الكتب، وتكتب لصاحبك المسافر جواب تقول له ان صاحبك حبيبك تعب وقرر يسافر. بعد ما تنفذ الاغنيه دهيا بحذافيرها نشوف اللبس، وده هنصبر عليه شويه. هتشوف الاول انت مسافر فين، لانك لو رايح بلد محدش يعرفك فيها هتشلح وتجري فيها، فانت غالبا مش هتحتاج غير الجلاليب عشان تشلحها بسهوله. طالما رايح بلد زياره يبقى نخفف. لا، لان يا بخت منظار وخفف. المعلومات اللي بقولها لكم على الشنطه دهيا جايبها لكم من الخواجه سامسونايت نفسه، ايام ما كان بينزل يبيع شنطه في بورسعيد. كنت اخده نقعد في البورصه كان يقول لي هادي يا رفيق انت خطير وبتحب اللف والسفر، عشان كده اهو انا هقول لك ترتب الشنطه ازاي، وراح قايل لي اللي انا قلته لكم ده هو. ومش لازم 1000 جدع يوصلك المطار، ما تسلموا عليه في البيت وخلصنا. ولا هو سلام المطار عليه ملبن؟ ولا يعني سلام المطار عليه ملبن؟ النصيحه اللي جايه لو مسافر بلد بره وانت ما بتتكلمش انجليزي يبقى ما تحاولش تتفزلك وتسال بالعربي وانت معلي صوتك، اللي هو هات واحد شاي سكر بره وتعمل له كده. هو كده ما فهمكش يا حبوب. اتعلم لك كلمتين ينفعوك سهله يا جدع. انا اتعلمت انجليزي في جمعه واحده، كنت بقعد مع مستر الانجليزي في ديليسيبس كان يقول لي هادي يا رفيق انت خطير، بس يقولها لي بالانجليزي، واحنا ما كملناش جمعه لدرجه انه كان ساعات يتزنق في كلام انجليزي يكلمني يعني الواحد ما يحبش يتكلم عن نفسه كتير. تسالني يا كابتن رفيق اتفسح فين وانا مسافر؟ اقول لك من الاخر انت مش هتشوف حاجه. تقول لي ليه؟ اقول لك لانك رايح غريب في بلاد غريبه، والغريب اعمى ولو كان بصير. ما تتعبش دماغك، مصمم تنبسط تشوف واحد مبسوط وقف جنبه، لان من جور السعيد يسعد وخلصنا. حاجه كمان مهمه وانت راجع شاري معاك حاجات لازم تفكها وتشيل من عليها التيكيت، ما تحطهاش على وش الشنطه، بعزقهم كده وكرمشهم في وسطها عشان بتوع الجمرك بيزعلوا من شكل الحاجات الجديده وهيزعلوك. وصلت بالسلامه تجيلي بقى اوديك للواد خضري اللي فيهم لك لفه احلى من الاصلي، يحط لك تيكت بلاده وتدي حبايبك احلى هديه.
او تاكل فيهم لقمه عيش حلوه. من الاخر كده السفر ده عايز رجاله، يا تنشف يا تقعد جنب اخواتك. يعني وانت بره ما تمشيش بفلوس كتيره، امشي بمصاريفك لحسن يقلبوك في المحمول ولا الشاكت ولا 2025 دولار. اقسم بالله كنت شقيان فيهم، لكن العيال دي هتتجبل بوس، مش رفيق الملاح اللي اتقلب في الغربه. الكاميرا دي دايره يا ابني. ايه دايره امال ايه؟ يا انت مش شايفني متاثر؟ انت خطير يا استاذ رفاق. ما تلغينا يا جدع. ما علينا. عايز الصراحه انا ما بحبش السفر والغربه، شحططه يا صاحبي، من خرج من داره تقل مقداره، والبلد ده احسن من غيرها. يعني اما هتسافر هتكسب ايه؟ ها؟ هتجيب الديب من ديله، وحتى لو جبته هتستفاد ايه؟ انا جبت الديب كذا مره وقعدنا في المينا نصطبح، كان يقول لي يا رفيق انت خطير، الديب يقول لي انت خطير، وانا موت وسم اللي يجيبني من ديلي، لكن انت خطير. خليك في بلدك اخويا، بلدنا دي احلى بلد في الدنيا. فتكم بالسلامة وأجازة سعيدة، ولا اللقاء في الحلقة القادمة مع المخرج حبيبنا علاء حمامة، ومع تحيات الطير المسافر رفيق الملاح. لسه دايرة يا ابني؟ ايوه دايرة امال ايه؟ يا ابني ما تقطع يا ابني، ما انا قلت رفيق الملاح اللي هي اللي في القفلة اللي في الآخر. بلاش لازمة يا استاذ رفاق. ما هي ليها طريقة، هي ليها طريقة. ما هو بالسنس كله يا حبيبي، ما هو كله بالسنس، وانتوا جيتوا القنوات دي بالغلط. اقسم خلاص نأجل لبكرة، نأجل لبكرة. حسام واد يا حسام، واد يا حسام انت شايفني يا واد؟ ايوه حبيبتي، ايوه حبيبتي شايفك. بصي لتحت شويه. اهو الواد حسام، اهو الواد حسام. وحشني يا واد، نفسي اشوفك كده بجد واملي عينيا منك. هتيجي امتى يا واد؟ انا اهو يا حبيبتي، والتذكره معايا اهي، وبكره ان شاء الله هبقى عندكم. بقالي 6 سنين بحوش عشان اجيب لكم كل اللي انتوا عايزينه. يا حبيبي انا مش عايزه حاجه غير ان اشوفك كويس. السلام عليكم. بابا. السلام عليكم. بابا. يا حبيبي حسام، انت جاي بكره يا حسام؟ مش تقول لحسام ان انا كنت السلام عليكم. بابا. ازيك يا حبيبي يا حسام؟ ازاي انت جاي بكره يا حسام؟ حبيبي. يعني انت مش تقول لي يا حبيبي انا السلام عليكم. بابا. كنت هطلب منك حاجات بسيطه تجيبها معاك وانت جاي من الصيدليه في طريقك بس. لا يا حبيبي ما تقلقش، ان شاء الله الاجازه اللي جايه اجيب لك كل اللي انت عايزه. في طريقك يعني، طلع ورقه واكتب، هي مش مستاهله اكتب بس عشان من الصيدليه. حاضر يا بابا حاضر. بص يا حبيبي وانت جاي السلام عليكم. بابا. عايز كرسي مساج احسن من الجلد الكبير ده، عشان ظهري يا حبيبي والله العظيم بتعب قوي محتاج مساج باي شكل يا حبيبي. حاضر يا حبيبي. حاجه تاني يا حبيبي؟ حاجات بسيطه في طريقك كده وانت ماشي. انا كنت عايز 3 بدل اللي هم الصوف ده التقيل عشان الشتاء. حاضر ماشي. حاضر. ومحتاج بص شويه غيارات، وعايز جزمتين وحزام و4 شنط كده اللي هم الرجالي اللي هو الجلد ده. عايز استيك جلد في طريقك. السلام عليكم. حبيبي. يا حبيبي بص، عايز استيك جلد للساعه الرادو، جلد اسود، علشان خاطر الساعه دي مركونه هتصدي والله العظيم من ركنه. وعايز غاز ولاعه اللي هي الولاعه ام غاز، عشان الولاعات العاديه انت عارف ظهر احسن، ما اقدرش اولع بالعاد انا دلوقتي يا ابني. اولع بالعاد ازاي انا دلوقتي؟ ما اقدرش يا حبيبي. استنى عشان في حاجه، استنى. كفايه بقى حرام عليك الواد خلاص. انا كنت عايز نضاره شمس اللي هي بتاعت محمود عبد العزيز في الكتكات. حاضر حبيبي حاضر. ما كانش لابس نضاره في الكتكات يا عم، كانت في رافض الهجان. بص هات بتاعت الهجان دي مش مشكله خلاص ماشي من عينيا يا حبيبي. وبص بقى هات حاجه لعمك ابراهيم علشان خاطر بيزعل وبيقفش. اجيب له عبايه كويس. ايه؟ عبايه. تجيب ايه؟ السلام عليكم. حبيبي. يا حبيبي تجيب ايه؟ عبايه يا بابا. شوف هو بيقول عبايه ولا دي النت؟ لا عبايه والله بيقول عبايه. عبايه. شوف يعني ابنك اللي مسافر بياخد مرتب 4 أضعاف اي شاب هنا في مصر، راضي عمو ابراهيم بعبايه؟ لا يا حبيبي انا اقعد بلابيس. لا اقعد بلابيس يا حبيبي، مش عايزين حاجه. خلاص يا بابا خلاص. السلام عليكم. حبيبي. متشكرين. لا متشكرين. هدي نفسك بقى، اهدى كده يا حاج. بص يا واد حسام، هات لعمك العبايه وعصايه عاد، وهات له سبحه كهرمان وصندوقين معسل فاخر. ما يشربش معسل، خلاص بطل المعسل ده، تقعد عبد فاخر. بيشرب بايب، هات له بايب فاخر يا حسام. خلاص هات يا له واد معسل بايب فاخر. ان شاء الله هعدي على ساحل العاج اجيب لكم كل اللي انتوا عايزينه واجي. حبيبي. وعم سعيد كمان ما اجيبلوش حاجه. بقول لك بص، عشان هو عيل هات له بلاي ستيشن، ولا اقول لك هات له 2 اكس بوكس. حاضر اكس بوكس لعم سعيد. وانت بقى يا ماما مش عايزه حاجه؟ لا يا حبيبي خلينا انا للاخر. شوف اختك الاول. تعالي يا ناهد. تعالي يا ماما، قولي اللي انت عايزاه. ربنا يخليكم لبعض. الحاجات دي ما بيني وما بين حس. انا بعت لك فايل PDF على الميل، شوفوا كده وهات لي كل اللي انا عايزاه ماشي. حاضر. اختك دي حس. وانا عايز من الPDF ده يا حسام. حاضر بابا. PDF مقاسي. حاضر. السلام عليكم. يا بابا. يا حبيبي. حاضر يا بابا. الفايل PDF اللي بعته لي ناهد. وانت بقى يا ماما مش عايزه حاجه؟ ما تقولي له
ما انت مكسوفه. ده ابنك باشمهندس قد الدنيا ومالي مركزه هو شويه، واللي احنا دفعناه فيه عشان يسافر شويه. انت هات شويه يا لا 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 يا بابا لا لا تكون شويه. لا 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 نقول الكلام دلوقتي ولا نستنى شويه؟ لا يا بابا، لا يا بابا، قولي يا ست الحبايب، قولي عايزه ايه انت وكل اللي يهموكي. انا مش عايزاك بس تبهزق فلوسك على الهدايا اللي ملهاش لازمه. هات لي العزاز على قلبك وبس. يعني بنتي سناء بنت خالتك سعاد خليه هات بقى حاجه كده لنونو، كده حاجه بسيطه كده على مقاسه، سرير مثلا. ايه اللي سرير؟ انت هتشيلي الواد، هتشيل الواد وزنه وحجم في الماضي. ايه ده؟ ما تضيع. بص يا حبيبي، هات حاجه خفيفه يا حسام. يا بابا هات حاجه خفيفه يا حبيبي، ما تشيلش كتير ولا حاجه. هات خاتم الماظ في شنطتك كده صغير، وانت جاي برضو البنت تفرح بيه. حاضر يا بابا حاضر. بس عارف لو جبت لخالتك وبنتها خالك هيزعل قوي. لا هات له حاجه كده رمزيه. حاضر. بص هات له ساعه رمزيه، او هات له ساعه رمليه، وهات لي انا رمزيه دي. هات لي ساعه رمزيه، انا ما عنديش رمزيه، عندي الراد والسودا دي الوحشه اللي بتصدي. حاضر يا بابا حاضر. حاضر بابا اللي بتقولها كده. خلاص مش عايزين منك حاجه، مش عايزين منك حاجه خالص يا حسام، مش عايزين. ولا حسام ايه نسيتني انا معفن ولا ايه؟ يلا بنيت الدور العاشر تلاقيك عملتهم يا ابن اللعيبه. عملتهم. ماشي يا عم لعبه معاك. انت ايه اللي قعدك معاهم اصلا يا عم؟ ايه بيتكم وقع؟ عيب يا واد، ما يصحش كده يا ابن عمتك برضه. احنا قلنا اصلنا احنا طالعين على السكايبي كده يعني نشم هوا كده بدل قعدته دي. اصله من بعد ما فسخ خطوبته وهو متشائم على الاخر وحالته وحشه. وانا مالي يا ماما، انا مالي؟ ما يكتئب ولا يتنيل يا جماعه. انا بقالي 6 سنين بحوش عشان اجيب لكم اللي انتوا عايزينه، وانتوا محدش حاسس بيا. حرام عليكم، انا مش مهندس بترول، انا مجرد محاسب فقير بلم القرش على القرش. حرام عليكم حرام عليكم حرام عليكم. ايه ده؟ هو بيعيط ده ولا النت دي اللي بتعمل كده؟ بيعيط يا اخويا، بيعيط كده. بيعيط يا اخويا. احنا غلطانين في حقك يا ابني. انت بتتعب يا ابني، بتتعب وبتجيب هدايا تصرف اللي وراك واللي قدامك عشان تبسطنا. لا يا حسام، ما تعملش كده يا حبيبي. تعالى بس ما تجيبش اي حاجه. احنا عشمنا ولا ايه؟ عشمنا بزياده. عشمنا يا حاجه، عشمنا فيه. لا يا حسام تعالى يا حبيبي، اقعد وسطينا وسط. السلام عليكم. يابا حبيبي تعالى اقعد في حضني يا ابني. يا ابويا وحشني حضنك قوي يابا. وحشتوني كلكم يا جماعه، وحشتوني كلكم. ما تجيبش حاجه يا ابني، ما تجيبش حاجه. اهم حاجه زي ما قلت لك قعدتك وسطينا. علشان تقعد وسطينا بقى ان شاء الله. لما تيجي كده وانت مش جايب هدايا خالص، تيجي هنا تشتري لنا ال20 فدان اللي جنب ارض عمك ابراهيم، ونبني فيلا صغيره كده 500 600 متر اقعد فيها افرض ظهري احسن ظهري بيتعبنا. محتاج اي فيلا عشان اي فيلا يا حبيبي والنبي. الله يخليك يا حبيبي. وبقول لك كرسي المساج مش مهم، خليه السفريه اللي جايه. ده كده لوج اوت ولا دي الباقه؟ متهيألي كده الباقه. السلام عليكم. الباقه؟ لا يبقى لما يجي حسام يبقى يدفعها. ايه يا اوشه؟ ايه محتاس في ايه؟ قالوا لي انك عايزني. بدور عليك من الصبح يا صاحبي، انت فين؟ سمني كده الاول وقول لي ايه رايك. عايزك بقى تدخل لي النت واخد لي بالك وتفتح لي الواتس والفيس عشان اتابعك يا نجم. يا حبيبي ايه ده تليفون صيني من ابو كشاف. ده ما فيش، مش ممكن يخش نت، ده بالكتير يخش صيانه. يا عم احمد اللي بتقوله ده بصي كويس، ده هو اي 4 7 اخر موديل، واخد لي بالك علامه التفاحه ايه؟ يا ابني علامه التفاحه ايه؟ ده ستيكر، ده بيحطوه على اي حاجه، ده محطوط على كراسي القهوه اللي بنقعد عليها. ده جايبه بكام ده؟ ده انا بعت دهب امي والمكن عشان اجيبه 8000 جنيه من لحم الحي يا صاحبي. بس الراجل عمل معايا واجب جامد كمان. ده هو بيتباع في اي حته ب10 وب12 يا عم احمد. يا ابني انت صدقت؟ طب ده كده اتنصب عليك. ايه ده طب فين العلبه والشاحن والحاجات؟ جديد يا عم احمد كله خلاص، ما بيجيش في علبه، بيجي في كيسه، وما بيجيش بشاحن لان هو بقى مشحون اساسا من المصنع. اساسا هو بيجي متهرب عن طريق ليبيا، فعبال ما بيجي بيكون العلبه خلاص بيجي بري، واخد لي بالك؟ فبتبقى خلاص العلبه. هو وداك ليبيا؟ ايوه. وجابك بري؟ ايوه. تبقى العلبه خلاص. يا ابني انت اتنصب عليك، انت اتعامل معاك الصح. انت عبيط، ده تليفون صيني ما يسواش 100 جنيه وغالبا مسروق. اوشه انت جايب ده منين يا اوشه؟ يا عم احمد انا جايبه من الولا كوكو اللي بيقف على الناصيه بره البلاتو ده هو. طب يلا بينا نروح له نجيب لك فلوسك. لا يا عم احمد خلاص حصل خير، انا استعوضت ربنا خلاص. ايه ده؟ ايه يا ابني انت مالك قلبت غلبان كده ليه؟ انت مش تقول كوكو؟ قوم وريني كوكو ده فين؟ يا عم احمد بلاش كوكو يا عم احمد، لان هو عارف
يعني مجنون كده وهي. لا 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 حبيبي، مجنون على نفسه. اوشا بص يا اوشا، انت الظاهر لسه ما تعرفنيش. انا يا ابني انت عارف بيجيبوني دوبلير ليه؟ ليه يا عم؟ علشان خاطر انا اللي قلعت الشيطان في قلب الغيطان، ها؟ وانا اللي بعت الصياعه في وسط البضاعه. مش قريت الخبر؟ أيوة. انا اللي عامل العمله السوداء دي. انت عم احمد. يلا يا اوشا. اوشا عايزك تفهم ان النصاب ضعيف، النصاب ضعيف، ها؟ لو كان قوي ما كانش عمل الحركات الهبله دي. اول ما نشخط فيها يدينا فلوسنا وياخد تليفونه في وشه. قوم يلا. مسامح كريم عم احمد. يا ازرق، انا مش عارف بس يا ربي، انا مضطر ارجع للشقاوه وقله الادب تاني. ليه كده؟ ليه كده؟ ليه يا دنيا بتعملي فيا كده ليه؟ ليه ترجعيني للغلط؟ يلا يا ابني يلا، جاي لك يا كوكو. قوم ياض. ايه يا ابني مالك في ايه؟ قعدت تقول لي النصاب ضعيف، النصاب ضعيف. جلت منك يا صاحبي المره دي. لا انا قلت لك النصاب ضعيف لكن كوكو ده مش نصاب ومش ضعيف. شفت قعدنا اتكلمنا مع بعض ازاي؟ ده ظريف جدا. والله بعدين التليفون تحفه، يعني انا اقتنعت بيه. يا عم احمد التليفون مش اصلي يا عم احمد، طلع مش ايفون ولا حاجه، وكوكو طلع نصاب. اخرس، جيبش سيره كوكو على لسانك. كوكو ده اشرف مش شرف. يعني خلاص مسافرين؟ طب يا جماعه انا ما معيش فلوس، اعمل ايه؟ طب بقول لك ايه، اقفل كده 5 وهكلمك. هكلم الحاج اهو. سلام. حبيبي شكلك مبيض النهارده، انت واكل كويس ولا ايه؟ لا يا حبيبي، ما انت لو عايز تتملقني ممكن تقول لي مثلا شكلك خسيت مثلا، ما تبقاش غبي. بابا شكلك خسيت، انت راجع من الجيم ولا ايه؟ ايه ده بجد؟ ايوه. ولو اني واكل كويس. عايز ايه؟ اخلص. كنت عايز منك فلوس علشان عايز اخد درس. ياض يا نصاب، درس تاني يا نصاب. يا واد انت مش جيت لي امبارح بالليل وانا داخل في السرير وبسقط وخدت مني فلوس الدرس؟ لا يا بابا، دي كانت فلوس درس الفيزياء، انا عايز فلوس درس الكيمياء. والله اسقط. الكيمياء يا نصاب؟ مش انت يا واد جيت لي المكتب من 3-4 ايام وكنت مش عارف منكوش ومتعصب وبتهرش وقعدت تقول لي عايز فلوس الكيمياء بسرعه، الكيمياء بسرعه يا نصاب. لا يا بابا، دي كانت فلوس درس الكيمياء العضويه، انا دلوقتي عايز فلوس ملزمه الكيمياء الكهربيه. ولا عايزنا الكهرب؟ الكهربيه يا واد يا ولد، انت مش من كام يوم كلمتني من رقم معرفوش وقلت لي ابعت لي حواله على بره عشان مدرس الكيمياء الكهربيه واخدني رهينه، وقعدت تقول لي وحش الكيمياء بيكهربني، وحش الكيمياء يا نصاب. يا بابا دي كانت فلوس الفديه، انا عاوز فلوس الفيزياء. وبعدين هو انا غاوي شحططها يعني؟ غاوي اروح واجي واروح الدرس وارجع من الدرس وتفضل تقول لي ذاكر وتزعق لي في البيت؟ طب اقول لك على حاجه، مش رايح دروس، انا قاعد لكم في البيت هنا، بس لما اسقط بقى واعد لكم السنه وادفعك فلوس السنه دي كلها مرتين، ما تزعلش. لا استنى طيب، الموضوع السنه مرتين ده مش لذيذ خالص. فاحنا هنعمل الاتي. ماشي. انت هتاخد دلوقتي فلوس الكيمياء الكهربيه عشان ما يقطعوش عنك الكهرباء، وخلي العضويه دي بعدين. طب ولما يسقطوا العضويه اعمل ايه؟ اسقط انا؟ عايزني اسقط؟ لا خلاص ما تسقطش. ما انا ما عنديش مانع، ممكن اسقط لك عادي. لا خلاص هتسقط، ما تسقطش دلوقتي اتاخر خلاص. قرف. تسقط ايه؟ ادفع دلوقتي لحد النهارده السنه دي 3,600,000 جنيه دروس وترجع في الاخر تسقط؟ لا نكمل وخلاص. يلا طب انت خش اقعد في اوضتك دلوقتي، انا مش فاضي، انا هعمل مكالمه لجدك وبعدين نبقى نتصرف في قصه الدروس الكلام الفارغ. ماشي اتفضل يا حبيبي. خلاص. الو. ايوه يا بابا، ازيك يا حبيبي؟ ايوه حبيبي. ايه ده ما شاء الله يا بابا، صوتك محلوه، انت شكلك واكل كويس. يا ابني عايز يخلص. طب ده انا اقول له درس ايه المره دي؟ بابا بقول لك ايه، انا كنت محتاج فلوس درس الفرنساوي. يا ابني انا مش اديتك فلوس درس الفرنساوي دي 4,720 مره قبل كده. لا يا بابا، ده كان فلوس القلم الفرنساوي، انا دلوقتي عايز فلوس درس الفرنساوي. يا ابني انت مش اتخرجت من 30 سنه واتجوزت وخلاص خلصنا. لا ما انا شايل فرنساوي يا بابا من ساعتها، ومسيو الفرنساوي لو ما رحتش بالفلوس هيبهدلني. بعدين معلش بقى،
انا اعمل لكم ايه دلوقتي؟ انت عايز ايه؟ عايز نسقط؟ يا ساتر تسقط؟ لا طب يا ابني، طب اقفل دلوقتي، لازم اعمل مكالمه لجدك وبعدين نشوف هنتصرف ازاي. حبيبي يا بابا. حضرتك جسمك من النوع الكمثرى، يبقى هتاخدي معانا ورقه الرجيم الصفراء. لا والله، واشمعنى يعني الصفر؟ ليه مش الخضر؟ لان حضرتك من النوع الكمثرى التلاجة، الخضرة بتاعت الكمثرى الخشابي. يا فندم واحنا بنلعب هنا، ده علم يا فندم ورجيم ودايت شغل. بص بقى، انا جيت لك بعد ما فاض بيا، انا ما جيتش غير لما قالوا لي ان انت دكتور ساحر بتخفي الارداف وتخسس الفخاذ وتفش الاكتاف، لكن الورقه دي صعبه قوي، لا انا مش هقدر اعملها، مش هقدر. انا اقول لحضرتك تعملي ايه لما تضعفي قدام الاكل. في اللحظه دي انت هتغمضي عينيكي، هتستهدي بالله وهتفكري في نيلي كريم، وهنشرب 4 نقط شاي اخضر بالليمون وهتنامي. بقول لك ايه، فكك من كلام الاعلانات ده، انا شاربه محصول شاي اخضر وفدانين ليمون طول السنتين اللي فاتوا دول، انا مش هحرم نفسي من حاجه. لا فندم، تحرمي نفسك ايه؟ اللي قدامك ده صاحب احدث نظريه في طب الاغذيه. ايوه، النظريه دي بتقول باختصار ان احنا نقلل الاكل جدا، نزود المجهود جدا، هنخس بمنتهى البساطه. هنعمل ايه في النظريه دي؟ النظريه دي هتخلينا نستمتع بحياتنا، ناكل كل اللي احنا عايزينه، بس كل ما هنالك ان احنا يعني مفيش حرمان، هنلغي بس الكربوهيدرات اللي هو الرز والمكرونه، العيش، الحاجات البسيطه دي. طبعا هنقفل على السكر خالص، الملح هنقلله جدا لغايه ما نلغيه لانه بيخزن ميه في الجسم. اما الفاكهه، فاكهه جميله، ناكل فاكهه براحتنا بقى، بس هناكلها ازاي؟ هناكل ثمره واحده بس في الاسبوع، ومش هينفع تكون ولا مانجا ولا عنب ولا تين ولا بلح ولا اي فاكهه طعمها حلو اصلا. السلطه عظيمه صديقه الانسان، كلي منها براحتك خالص، بس مش هنحط عليها دريسنج لان الدريسنج بيتخن، وطبعا هنلغي الملح زي ما اتفقنا طبعا، لكن ممكن ندلع السلطه بقى. حط عليها معلقه خل بلسمي، 4 نقط جنزبيل، نفخة كزبرة، رشة كمون، حاجات كده بالهنا والشفا. المية نشرب مية براحتنا تماما، بس هنغليها وهنشيل الوش، وهنجري كتير لحد ما نموت، ونلعب رياضة ساعات طويلة شاقة ظريفة. فين الحرمان بقى؟ حضرتك كده بتخسس ست ولا بتشرس كلب؟ انا قربت هوهو. في ايه في اللي انت بتقوله ده؟ انا ما اقدرش اعمله لوحدي، ما معروفه اي حد عايز يخس يقلل اكل ويزود مجهود، فيها ايه انا ادفع 850 جنيه عشان اقعد قدامك كده تقولي شويه حاجات بديهيه؟ بديهيه؟ مادام هي حاجات بديهيه، امال انت جايه لي ليه يا مدام؟ عشان انت كاتب انك دكتور ساحر وبتخسس بطرق علميه حديثه. انا قلت فعلا موضوع الساحر ده. ايه ده، انت دافعه الفيزيتا بتاعت الساحر؟ ايوه. لا اذا كان كده يبقى نتقل بقى. ساحر كده ولا مش ساحر؟ ايه ده، هنعمل بيه ايه؟ هنسلقه؟ لا، ده هتطلقيه في الشقه وتجري وراه. انت مش متخيله جري الارانب بيخسرنا سعرات حراريه قد ايه. ده اسمه رجيم ارانب، الرجيم ده هيكلفك 1400 جنيه في الكورس. لا بلا ارانب بلا جري، فين الرجيم والعلم يا دكتور؟ ما تقولي حاجه تدخل الدماغ. اوكي، ممكن حضرتك بس تتعاوني معايا وتقفي عند الحيطه اللي هناك دي؟ عارفه، عشان تقيس الوزن والطول، ودي عايزه السحر دي. لا يا فندم، حضرتك هتقفي واحط على دماغك تفاحه وهنشن عليكي بالابر الصينيه عشان توصل لودنك. الابر الصينيه دي تكلفتها 3000 جنيه، ومعانا عرض من عيادتنا النهارده مجموعه دبابيس هديه. نعمل ده؟ جربتها وكلت اكتر من الاول، بقيت كده اشيل الابر من وداني واكل بيها الزلابيه. يا ساتر. خلاص، يبقى هنجرب نحت القوام. النحت ده هيكلفنا 35,000 جنيه. النحت هيبقى من غير التجليخ ومن غير المناور. وحضرتك هتاخدي معاكي الدهون اللي هتطلع الزياده، لان انا ما ادخلش بيتي دهون حرام. لا والنبي بلاش النحت والبهدله دي. خلاص، في الحاله دي اكيد بتحب البلالين. نعمل بالونه. البالونه لو منفوخه بتبقى ب20,000، لو هتنفخيها بره هتبقى ب15,000. نتكل على الله ننفخ، ولا حضرتك تحبي تنفخي بره؟ بلا بره بلا جوه، انا حاطه 4 جوه. 4 بلالين؟ لا ده انت عندك عيد ميلاد جوه بقى. اوكي، يبقى نشفط. الشفط لوحده 18,000، الشفط وطرد 20,000. نطرد؟ بلا شفط بلا طرد، انا ماشيه. لا يا فندم، استهدي بالله كده، روقي. انت كده هتخليني اخش عليكي بالتقيله بقى.
شاي دكتور مينج الصيني الاصلي، اعظم شاي تخسيس في العالم. ومعانا دكتور مينج على الخط اهو شخصيا هيعمل لنا الشاي بنفسه وهيبعته من الصين. هنشرب انا وانتي احلى 2 شاي، وطبعا انت اللي هتحاسبي على المشاريب. الحساب هيبقى 3000 جنيه بس. بلح، جربت كل الشاي والملينات اللي في الدنيا. جربت الحزام اللي بيهز الدهون ويسيحها، والحزام اللي بيحجم الدهون ويجمدها، والحزام الناسف للدهون، وحزام المزلزل للبطون، وحزام جلد للزبون. كل حاجة كله فالصو في فالصو. كدب. انت ساحر انت. واضح ان حضرتك لفة السوق وفاهمة كويس. المدام بتشتغل ايه؟ ربة منزل. وهي دي المشكلة، ما بتحركش ولا بخرج ولا بروح ولا باجي. يعني ما بتشوفيش حد ولا حد بيشوفك؟ لا ازاي يعني؟ بشوف طبعا، وبيشوفوني على الفيسبوك طول اليوم. بس يبقى تاهت ولقيناها. انت كده ممكن تخسي في لحظة. هنعمل ريجيم فوتوشوب، هنظبط لك صورك ويبقى خلاص. هنعمل 6 بروفايل بيكشر وواحدة كفر فوتو مع الأرنب والبلالين وكله. الحساب هيبقى 12000 جنيه. ايوه بقى، انت كده ساحر. بس كده مش نصب يا شيخة، بلا وجع قلب، احنا هنعيش كم مرة. بقول لك ايه، نبعت بقى نجيب 2 شاي مينج نشربهم واحنا بنظبط الصور. تحبي ايه، مينج كشري ولا مينج فتلة؟ في الكورس بتاعنا النهارده انت مش بس هتعرف طريقك، انت هتعرف طريقك وهتعلم عليه. ارادتك هي السر. طلع المارد اللي جواك، ولو اي حاجه انت مصدقها يبقى فعلا هتشوفها، هتحصل. لازم تعرف ان السلم نجاح، النجاح سلم، واحنا النهارده هناخد اول خطوه، اول سلمه مع بعض. ولو وقعت من على السلم ما تتكسرش، لان انت ممكن بارادتك عادي جدا تطلع في الاسانسير. في الكورس بتاعنا النهارده احنا هنتعلم ازاي نستغل كل حاجه درسناها وتعلمناها في حياتنا علشان خاطر نحقق النجاح ونحقق الاحلام والقوه الكامله. لو سمحت هو حضرتك اصلا دارس ايه؟ انا مدرب تنميه بشريه يا فندم. انا دارس دورات، خدت كورسات كتير، يعني خدت 16 تقريبا. لان لا انا اقصد شغلانه حضرتك الاساسيه، دراسه حضرتك الاساسيه كانت ايه؟ لا، ما انا شغلتي انا لابس بدله وبدي محاضره اخد فلوس، فدي شغلانه على فكره. لا انا اصلا بكالوريوس تجاره بقى، دي قصه تانية. طب وليه بقى حضرتك ما بقتش احسن محاسب في الدنيا والحاجات دي؟ انا بكره الحساب اصلا، يعني انا بخاف من الاسم المطوله. المدرسين دايما كانوا يقولوا لبابا زمان الولد ده ضايع في الحساب لكن عفريت في الاحياء. عشان كده تلاقيني كل حيويه، كل طاقه. شوف رجعنا للطاقه ازاي، الطاقه الايجابيه يا جماعه. دلوقتي بمناسبه الطاقه احنا هنعمل تدريب مع بعض علشان خاطر الطاقه تنتشر جوه كياننا. هنغمض عينينا، نفكر في الطاقة، نحس الطاقة إنها بتدخل جوه الكيان. طاقة انتشرت؟ أخبار كياننا إيه؟ ما حسيتش بحاجة. لا حبيبي، هي الطاقة بتاخد وقت شوية عشان إحنا عندنا أزمة طاقة أصلا. ممكن نركز؟ ماشي. ممكن نغمض عينينا تاني يا جماعة لو سمحت. علشان الطاقة تملانا بالكامل ونعرف بجد. مش حاسس بحاجة برضه. ما انا مش عارف هي الطاقه مالها معصلجه معايا ليه النهارده كده. ممكن يبقى المشكله في كياننا، فاهمين قصدي؟ استقبال الطاقه محتاج الكيان. لو عندك عيب في كيانك، طيب نعدي النقطه دي تماما ونخش في النقطه اللي بعدها. انا دلوقتي هقول لكم على السر، سر نجاحي. الصبح لما تصحى من النوم، اصحى بدري، تقف قدام المرايه وتقول قوم يلا اتحرك، كفايه كسل بقى. طب حضرتك، ما انا ماما كل يوم الصبح بتقول لي الكلمتين دول من غير ما تاخد ال 500 جنيه بتوع الكورس. ايه الجديد يعني؟ مش فاهم. لا يبقى اكيد ماما مدربه تنميه بشريه. لا مدرسه تنميه بشريه. لا مدرسه جغرافيا. جغرافيا؟ ايه الجغرافيا؟ الجغرافيا يعني غابات افريقيا. الجغرافيا يعني الشاي الكيني، الشاي اللي احنا بنحط فيه السكر اللي بيدينا الطاقه. هي الطاقه يا جماعه، هي الطاقه الايجابيه. وممكن برضو الحاجة وكلكم لو تحبوا تشتروا كتابي المفاتيح ال10 للوصول إلى مهنة أفضل مدرس جغرافيا في البلد. طب ليه حضرتك المفاتيح دول 10؟ ليه مش 9 مثلا؟ ما هو قليل 9. ليه مش 11؟
عشان كتير 11 فيعني اصل مش عشان النجاح نبقى نأفور فاهم؟ هو بيبقى 10 رقم مقفول وبياع يعني فاهم؟ يعني حضرتك مفيش مفاتيح نجاح ولا 9 ولا 11؟ لا حضرتك في مفاتيح انجليزي بقى لو انت عاوز، ده بيبقى كل المقاسات مش عندنا. لا مش عندنا احنا. دلوقتي انت لازم تبقى حاسس من جواك ان اي حاجه انت مصدقها هتحصل. لو عايز تسافر روح سافر. معيش فلوس. عايز تهاجر قوم هاجر. ما معيش فيزا. عايز تضايقني انا مش فاهم حضرتك عايز تضايقني ولا ايه؟ زمايلك ابتدوا يتضايقوا، انا مش عارف اقول الكلمتين على بعض. ممكن لو سمحت نركز في الموضوع، نخلينا في الكورس بتاعنا ممكن؟ دلوقتي يا شباب انتوا كلكم تقدروا تقولوا لنفسكم في اللحظه دي لحظه تغيير، قولوها وبصوت عالي، كله يقول لازم انجح، لازم انجح. بإرادتك وبقوتك تقدر تهد الجبال. انا شخصيا بايدي دي بإرادتي ممكن اهد الحيطه دي. هدها مين يا فندم؟ هدها الحيطه هدها. لا بقى طب وهنهد ليه؟ ما يعني يمكن الدهان يقع فاهم؟ اصل الحاجات دي بتكلف. ما تقلقش انا اقوم بالتكاليف الخساره دي هدها مالكش دعوه. لا ما هو بص هو ثقه في الله ممكن اهدها، لكن انا معيش رباط ضاغط لان بيبقى فيه فعل وفيه رد فعل بتاعتي. ده اداني الضاغط. هنهدها بقى. في كورس في الغردقه عامل لك خصم 50% بالفطار. هديك المفاتيح السبعه للنجاح ومفتاح الشاليه بتاعي. وفلوس الكورس ده عشان لو ما خدتش فلوس الكورس ده ممكن اطلع المرد اللي جوايا، والمرد اللي جوايا لو طلع تكسب. ممكن بقى المارد يسيبنا نخلص لقمه العيش دي؟ ها؟ انا مش مدرب ولا نيله، انا اساسا من الهرم. منين من الهرم؟ من خوفو. احلى مسا على بتوع خوفو. اتكل على الله. زي ما احنا شفنا يا جماعه الاراده هي اللي بتنتصر في النهايه. علشان كده النهارده احنا على بعد خطوه واحده من النجاح. التدريب اللي هنعمله دلوقتي ده هديه من مركزنا في نهايه الكورس بتاعنا، تدريب الطاقه الكامله. هنغمض عينينا مع بعض، هنركز كلنا علشان المره دي هنغمض عينينا كلنا عشان الطاقه المره دي احنا اللي هنخش جواها. خش جواها وخليها تقرب منك، تلمسك. نغمض خالص، نستغرق، حسها، عيشها جواك، سكتها. الطاقة دخلنا جوه الطاقة. حد عايز حاجة من بره الطاقة جيبها له. حلو. أحب أعرفكم ببعض. الأديب إحسان الدهشوري والشاعر عصام الفخ. ايوه اللي جنبك هو ده، مفيش غيره، مفيش حد تاني. أنا سعيد جدا بتشريفكم لمعرضي النهارده يا جماعة. متشكر إنكم لبيتم الدعوة. ما كانش ممكن ابدا نعرف ان في معرض للمبدع صلاح النمساوي وما نحضروش. انت مبدع، طلقة فنية منطلقة في الفراغ الصلب. لا يا إحسان، لا أرجوك. أنت الفنان، أنت الإنسان، أنت الحيوان على وضعك. أشكرك على الإطراء ده. لا. تسمحوا لي نبدأ مع بعض جولتنا في لوحات النهارده. أرجوك. دي اللوحة الأولى اللي عايز أكلمكم عنها، سميتها بقعة الكاتشب. اللوحة دي استغرقت مني شغل أكتر من 1.5 ساعة، من ساعة ما طلبت الأوردر لغاية ما جالي سندوتش البانيه، لغاية ما حطيت عليه الكاتشب وأكلته. بجسد فيها معاناة كل جعان وقع منه الكاتشب بتاعه وخسر سندوتشه. يا صلاح، انت حطيت ايدك ولمست. أنا آسف. لا مش قصدي، انا قصدي ان انت حطيت ايدك ولمست الاشكاليه. انا طرحت الاشكاليه دي في روايتي الاخيره حقول الجرجير. ودي كانت بتناقش الهلع الاستغراقي ومقارنته بحياه الانسان وتطورها من جذور الجرجير حتى زعازيعه وفروعه
الروايه دي حققت اعلى مبيعات في سوق العبور في معرض الكتاب الاخير. انت بتهزر يا احسان. حقول الجرجير الروايه دي انا قريتها وهي لسه طازه بورقها كده ومبرعشه. ماله فيه؟ ايه ده؟ لا عصام انفعل باللحظه، ابعد عنه، انفعل باللحظه. لا عادي، سيبه. هصب الشاي، تعال اشرب. وخد بالك مفيش سكر، فهات وياك كيسين كاتشب. نقول كمان يا ريت ارجوك نقول كمان افهم بس. هصب الشاي، تعال اشرب. وخد بالك مفيش سكر، وهات لي معاك باكت كاتشب. يسيل الكاتشب على فراخي، اكله واتمزج قبل ما انام. الله انا مش فاهم، مش مصدق. ولا انا مش فاهم برضو. ده بجد ازاي جايب المعاناه المستنيره دي؟ بتجيبها منين؟ من عند البقال. لا حول الله. اسمحوا لي ننتقل للوحه الثانيه. اللوحه دي انا سميتها طائر المستردة. اللوحه دي طلعت مني في لحظه ضغطي على علبه المستردة البلاستيك، والمستردة ناشفه في البسبوز. عارف انت البسبوز اللي في الاول ده؟ ناشفه بشكل قاسي. ضغطت على العلبه، طارت المستردة، حلقت فوق اللوحه دي. بقت اللوحه مورقه زي الشجره، والمستردة زي الطائر، او زي الحاجات اللي بتبقى جايه من الطائر. ايوه، علشان كده انا بحبها جدا. ومن ساعتها الحموضه والانتنال هم رفقائي في مرسمي واصدقائي في قديم الحياه. بجد انا مندهش ومش مصدق ان ده حقيقي وواقع حالي. انت ازاي قدرت تعبر عن معاناة المستردة وخروجها من البسبوز المثلث الضيق في فوهة العلبة؟ ازاي؟ ولا ايه يا عصام؟ مانيش راضي. ليه؟ مانيش راضي ولا هرضى. لا ده بيقول شعر عادي. مانيش راضي ولا هرضى الا برغيف عيش من ابو رده. محليه دي، محليه. حط فيه الكبده من الغالي، وحط عليها مستردة. حط عليها مستردة. انا جعان. هو زود المستردة شويه. هو لحوس الدنيا، خلانا محلقين اكتر ما احنا محلقين. انا حاسس ان انا في انشوده من الابداع احنا صراحه مش هنشوف ابداع تاني ليه؟ ارجوك ممكن ننتقل للوحه اللي بعد كده؟ يعني مفيش شك ان دي من اصدق اعمالي. طنين الكون. النقطه اللي انتوا شايفينها في ركن اللوحه البعيد اللي هناك دي بتمثل انتصار بالنسبه لي. ليله كامله بحاول افعص الناموسه دي باي شكل. اللي انتوا شايفينه يا حضرات ده دمي. انا اتبهدل. انا اتلسعت جامد طول الليل عشان اوصل للحظه دي. جسدت فيها كل الالام وكل المعاناه لكل قرصه قرصتها في حياتي في حتت وما قدرتش اهرش. ناموس غلوس، ارجوك، بسنان ودروس. جرسني وطار، العجل احتار. دفعت فلوس وجيت مخصوص حبيبي، لقيته مفعوص على اللوحة. الله ده ابداع. انا بجد عشان اكتب حاجه شبه اللي انت عاملها دي الفت روايه تقريبا من 600 صفحه عشان اشرح بس ازاي واحد عايز يهرش في الحته دي اللي اتقرص فيها. كان اسمها حقول البقدونس بكسر البق. انت بتهزر يا احسان. حقول البقدونس دي انا من كتر ما هي صادقه لحقتها من ايد المدام وهي بتحطها على السلطه. لا يا ابني كانت شيء عظيم. ارجوك يا صلاح ما تديش رواياتي لمراتك تاني. لا انا احسن ما اديها للولاد. انت عارف ممكن يعملوا فيها ايه. ما تقول لنا روايه دلوقتي ولا حاجه. طيب تعالى ننتقل للوحه اللي هي فعلا من احب الاعمال لقلبي. ده ابهار. لا ده الشباك. لا ده الشباك ودي الحيطه. معلش يا جماعه، معلش يا شباب. دي اللوحه اللي انتوا شايفينها دلوقتي. هي دي الثلاث ورقات دول 3 ورقات كنسوا من سمير وعلي عادي جدا. لا في حاجه اتفعصت فيهم ولا حاجه وقعت عليهم حتى. دول بيعبروا عن لحظه الفراغ الوجداني، اللحظات اللي انا ما بعملش فيها اي حاجه، ببقى نايم فيها مثلا او خارج بره. علشان كده لما بشوفهم بحس بالصفاء. بس انا شايف فيهم حاجه مختلفه. ايه يا احسان ارجوك، لان انا حاسس بس مش عارف. تحس ان هم لما تبص لهم ان هم لسه مرسومين حالا. فيهم طزاجه كده، طزاجه. ايوه
انا فعلا حطيت فيهم تزكتي، وانا يا رب اقول تزكتي فين؟ هي دي تزكتك اللي لا فوق. لا مش بالظبط، هي اغمق من كده بس يعني حسيت ان شبهها. قوي قوي قوي. 3 ورقات وبضع. فعلا نورتونا يا اصدقائي. انا حاسس ان انا طاير في عمق الفن والابداع، علشان كده نفسي انتوا بالذات دونا عن كل المبدعين معارفي انكم تقتنوا اعمالي، بالذات وهي اسعارها ولا حاجه. يعني عندك مثلا الكاتشب والمستردة كل واحده 500,000، طنين الكوم عشان دي اتفعصت وفيها دمي 750,000، ال3 ورقات الورقه ب400,000، وبالصلاه على النبي لو خدت ال3 مع بعض اديهولكم ب1,000,000. مليون بس؟ لا سعر زهيد قصاد الابداع اللي حاصل. طبعا. بس انا عندي مشكله، ما اقدرش احبس الفن بين 4 حيطان. لا احبسه. هو انا ممكن احبسه في حاله لو كان هديه كادو يعني. هديه؟ انا ممكن اديك قصيده شعريه قدام لوحه من اللوحات هديه. يعني ايه هديه؟ انا مش فاهم. انت يا ابني انت هو مش لسه قابضين؟ انت في ايه؟ انت مش بتاخد حاجات تترجمها تعملها روايات وتبيعها افلام، وانت بتقعد تكتب كلام هلس وتبيعه اغاني للي يسوى واللي ما يسواش، وتقول لي الفن محبوس؟ الفن مش محبوس ولا يندفع له فلوس، لا مستردة ولا ناموس. ان كان الورق فاضي هيندفع له فلوس. لا 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 هيندفع له فلوس يا بس 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 انت هتعيش علينا بالكلمتين دول؟ ما يندفعش فيه فلوس ليه يا حبيبي؟ هو الكلام الفارغ اللي انت بتقوله دلوقتي ده اللي يستاهل مليم؟ عليك كلام فارغ. لا 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 ثواني، ما انت بتتكلم على الشعر بتاعه. لا معلش ما تقولش على اللي هو بيكتبه ده شعر، ده هلس. انا معاك في النقطه دي، لكن حقيقه الامر بقى شويه البقع اللي انت عاملها لنا دي وعاملها لي في براويز وتيجي تقول لي ده ابداع. لا بص على المعاناه الابداعيه في كتابه الروايه، كفايه حقول البقدونس لوحدها. يا عم تنيل، انت فاكر حقول الجرجير وورق البقدونس ده اللي انت شويه الخضره اللي انت داير بيهم دول ادب؟ دول قله ادب. كلتهم انت ماكل الناس كلها الاونطه، سواء كنت انت ولا بتاع الغربه والتنهيده ده. بص التنهيده، بص التنهيده عامله ازاي. انا هجيب له من الاخر. هات انت جايب لي لوحه ومفعص لي فيها كاتشب وقلنا ماشي، الثانيه فعصت فيها المستردة وقلنا عادي، تيجي للناموسه الغلبانه تروح فعايصها في الحيطه وايدك متوسخه تعمل لي 3 لوحات فاضيه تقول لي ابداع. معلش عايز اتكلم على الكلام الركيك اللي هو بيعمله كشاعر، لكن انا تقف انتباه قدام الكينونه الادبيه. لا يا حبيبي، الكينونه دي تبقى خالتك. انت قلت له؟ لا معلش والله ما قلت له. لا ما حبيبي، عارفين انت وهو بتسرقوا منين؟ معلش لا انتوا حراميه واحنا فاهمينكم كويس، كل ده نصب يا حبيبي. لا اسمحوا لي بقى اقول لكم ان انا ضيعت وقت الثمين في عبثيه لا الميتافيزيقا. ميتافيزيقا؟ ده بيقول لي ميتافيزيقا. انا هرد عليه، انا هرشه. رد عليه. انت عارف انت عباره عن ايه؟ انت فقاعه غازيه اكبر. خرجت منين؟ لا هوضح لك. لا ارجوك. من احشاء اللامنتهى، ومش عايز اقول لك ده معناه ايه اكتر من كده. لا منتهى معروفه، ما ما تفسرش. احشاء اللامنتهى يا شويه طحالب في مستنقع الابداع. والله العظيم لا مدي، انا هضربك على كينونتك بقى. وسع لي كده. لا معلش، انا هضربك على تذكرتك. يا ابني احنا بقالنا 3 شهور بندور لك على عمق يا اللي من غير عمق يا ما بمشيش